في إنها لسه بتهتم بكل اللي حواليها، وبيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بتكمل نيول جولتها في الغابة، والمرة دي بتروح لأماكن جديدة فيها، وساعتها بيجي اتنين من أطفال الشياطين عشان يرحبوا بيها وبيدوا لها هدية. لكن وقتها بيظهر طفل من أطفال القبيلة وبيتخانق معاهم وبيقول لنيل إنهم شياطين ووحوش ولازم تبعد عنهم، وكلامه بيخلي واحد من أهل القبيلة يتعصب عليه ويزعق له. عشان كده بيمشي الطفل وهو متضايق وبيخرج بره المدينة، فبتروح هانرت وراه وبتقول له إن أطفال الشياطين طيبين وإنهم مش بيؤذوا حد، وعشان كده بتطلب منه إنه يديهم فرصة يحبهم، وبتسيبه يفكر في كلامها لكنها بتقول له ما يتأخرش ويرجع للغابة. وفعلا بيقتنع الطفل بكلامها وبيقرر يرجع للغابة مرة تانية، لكنه وقتها بيصطدم لما بيلاقي فارس من جيش الإمبراطورية بيهدده بالسيف وبيقول له إنه لازم ياخده للغابة ويعرفه مكانها وإلا هيخلص عليه. فيا ترى هيقدر يوصل الفارس للغابة ولا عايز يوصل لهناك؟ وهل ده هيسبب خطر على قبيلة ونيل وأصحابها؟ ده اللي هنعرفه في الجزء التاني من مسلسلنا. وهنا بيخلص مسلسلنا النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.